ربنا نصرني على ناس كتير جدا بتشكك. الجولة ال11 دي من أكتر الجولات اللي مضحكة في تاريخ الفانتازي، حرفيا جولة مضحكة أوي. فاضل فيها ماتش تشيلسي وتوتنهام. عشان الضحك يكتمل بقى، فاضل مثلا إن الماتش ده تشيلسي تكسب 5-0، نيكولاس جاكسون يجيب هاتريك، والجولين التانيين جول سون في نفسه وجول ماديسون في نفسه، وبيدرو بورو ياخد له طرد يجيب لنا مثلا -5، وجنون عصام الشوالي، وتبقى جولة عظمة قوي. بص انا عارف انك مش طايق نفسك والله، وانا حاسس بيك، وان هي جولة صعبة قوي، وتلاقيك جايب نقط قليلة جدا واسهم حمراء وكل حاجة، بس كلنا زي بعض يعني، ما تتضايقش. لدرجة ان انا فكرت، انا حسيت ان الفانتازيا هو كار مش كاري، انا حسيت ان السيزون ده مش ماشية معايا خالص. فكرت ان احنا نقلب القناة دي، نخليها مثلا قناة طبخ، نشوف اي حاجة كده طبخ، مثلا وصفة الملوخية الشقية، اي حاجه بقى احسن من حرقه الدم بتاعت الفانتازي دي. بس لما بفكر فيها كده، وما اجي اخش اعمل ديليت للابلكيشن، ايدي ما بتطوعنيش. هو الخزوقه دي هي حلاوتها، يعني هي اللعبه دي كلها قايمه على ان انت لما تتخزوق تقعد تضحك مع اصحابك، تقول انا جبت مش عارف فلان وخزوقني، وهو جاب فلان وخزوقه. هي الضحك في كده. تعال نشوف الاول انا جبت كام نقطه الجوله دي، والتبديل اللي انا عملته جبت مين ومشيت مين. التبديل اللي انا عملته ده الحاجه الوحيده اللي مخلاني ان انا مبسوط قوي قوي قوي. وكابتنت مين دي لحد دلوقتي مخلاني ان انا مبسوط، ان انا تفاديت كل خوازيق اللي حصلت في الجوله. الله اعلم بقى بعد نهايه الجوله هكون مبسوط ولا لا. انا لحد دلوقتي جايب 35 نقطه الحمد لله، الى حد ما يعني كويس. التبديل بقى اللي انا عملته الجوله دي، جبت مين بقى؟ جبت ميتشل. الجوله دي ابني خلاص، انا هسمي ابني ميتشل. جاب لي 15 نقطة، جول وكلين شيت و3 بونص. انا مش مصدق نفسي جبته مكان هنري. هتقول لي هنري انت لسه عندك؟ ما هو انا هنري كان عندي مصاب بقاله فترة، وحطه على الدكة، وعندي تبديلات أولوية إن أنا أعملها مكانه. أنا تشكيلتي الباقية بقى مين؟ إيدرسون. للأسف للأسف أسوأ حارس في تاريخ الفانتازي كله. الواد ده بجد مفيش مرة جاب لي نقط. أحطه دكة قدام مانشستر يونايتد على ملعب مانشستر يونايتد، يجيب كلين شيت وياخد نقطة بونص. متخيل؟ ألعبه دلوقتي قدام بورنموث، يعني بورنموث وعلى ملعبه يضيع منه كلين شيت. وتريبير الرجولة كلها 9 نقط. فعلا الواد ده ما بيخذلناش على طول، الله أكبر عليه. ميتشل حبيب قلبي، ابني يا جدعان، 15 نقطة كاش. للأسف بل الواد ده برضو نفس المشكلة معاه. احطه على الدكة يجيب 17 نقطة ويتألق ويطلع نار من بقه. ألعبه أساسي قدام فرق كحيانة مع 0 -1 -2، برضو زيه زي إيدرسون كده. نص الملعب عندي صلاح نقطتين، ديابي نقطتين، وسون كابتني. يا رب بس يعمل حاجه قدام تشيلسي. انا كابتنت سون، تفاديت الخوازيق كلها. ما كابتنتش صلاح، انا مش معايا هالاند، فما كابتنتش صلاح. وقلت لك الحلقه اللي فاتت ان انا مش محبس كابتنة صلاح، مش هيبقى فيه اي مساحات ان هو يخش ويقطم ويعمل له اسيستات يحط له جون. مش هيبقى فيه الكلام ده قدام لوتون، عشان ملعبها فعلا وحش قوي وسيء قوي. انا معايا سون وماديسون، دول المتبقيين عامه يعني. ادوارد للاسف لعبته على حساب ساكا. هو مش للاسف، هما الاثنين زي بعض، ده نقطه وده نقطتين، يعني مفيش فرق كبير. الفاريز وواتكنز الثلاثه الهجوم اللي عندي بيعلموني جدول الضرب ما شاء الله عليهم. واتكنز 2، ادوارد 1، 2 في 1، الفاريز 2، ما شاء الله. تعالى كده نشوف التشكيله اللي احنا اخترناها في الحلقه اللي فاتت، ان هم دول افضل 11 لعيب من وجهه نظرنا للجوله دي. جابت كام نقطة، وتشكيلة السكاوت بتاعت موقع رسمي جابت كام نقطة. احنا لحد دلوقتي جايبين اعلى ولا هم؟ التشكيلة اللي احنا اخترناها للجولة دي للأسف جابت 20 نقطة، فاضل فيها سون وبيدرو بورو. اما التشكيلة بتاعت السكاوت بتاعت الموقع الرسمي جابت 31 نقطة، وفاضل لهم سون. لحد دلوقتي هم متفوقين علينا ب 11 نقطة، الا بقى لو بيدرو بورو لوحده مثلا يجيب 12 نقطة، وهم اللي تفوقوا علينا في الجولة دي لحد دلوقتي. بقت كده النتيجة 5-3 لينا برضو، فاحنا كده كده متفوقين عليهم، فبرضو كويس. طبعا يا صديقي لو انت اول مرة بتتفرج عليا، فانا مروان رفعت، ودي قناتك سياحو فانسي. لايكك الحلو واشتراكك الجميل ومشروبك الرايق، وتعالى ندردش سوا في اللي حصل في الجولة دي. واحنا بندردش على الماتشات ماتش كده في السريع، هنتكلم عن افكار مبدئية للجولة ال 12 وللجولات اللي جاية بشكل عمومي. بداية الجولة المضحكة معانا بماتش مانشستر يونايتد وفولهام. أنا عارف إن لينو لو هو معاك فخزوقك لحد آخر دقيقة، بس كان هيجيب لك تقريبا 10 نقط. فجأة الكلين شيت يضيع، بدل من 10 نقط ل3 نقط، فحاجة فعلا تزعل قوي قوي. ده بداية الخوازيق كده.
والخوازيق التانية لمانشستر يونايتد. انا في ناس اعرفها جابوا راشفورد الماتش ده اختيار ريسك وديفرنشال وعنده جولات سهله، وقالوا بقى ان هو هيعمل حاجه وبتاع من قبل كده ما الماتش يبتدي. قال لك راشفورد ده بره القايمه ومصاب. طب انتوا ما قلتوش ليه قبل الماتش؟ عشان احنا نادي بيكس، وتين هاج ده فعلا مدرب بيكس. هويلاند طبعا ما فيش اي حاجه، الوحيد هو اللي مع ناس شويه برونو اللي عمل. لكن ما تنخدعش في ان برونو عمل الجوله دي وجاب له جون، وتقريبا بالبونص هيكون جايب له 10 نقط او حاجه في ان انت تروح تشتريه. بلاش اي حد من مانشستر يونايتد صدقني، حتى وهم عندهم الماتش الجاي لوتون وعلى ملعبهم ما تشتريش منهم اي حد، لان انت اللي هتشتريه ده هتشتريه لجوله واحده بس وهتمشيه، واللي اصلا اللي هتشتريه ده مش هيعمل لك حاجه بوم. فبلاش اي حد صدقني من مانشستر يونايتد خالص الفتره الجايه. نيجي الماتش اللي بعده، تقريبا الماتش الوحيد في الجوله كلها اللي الى حد ما مفيش خوازيق قوي، وهو وست هام وبرينتفورد. مبيومو عمل وبوين عمل، ما عملوش حاجه كبيره قوي، بس في الجوله دي باللي بيحصل فيها فاحمد ربنا قوي على الجون بتاع بوين والاسيست بتاع مبيومو. عاوز بس اقول حاجه على مبيومو سريعه اللي متفرجش على الماتش كامل. حقيقي مبيومو في الماتش ده كان خطير قوي قوي، والاسيست اللي عمله ده كان يقدر ان هو يعمل له اكتر من اسيست، وكان يجيب له جون كمان. برينتفورد فورمه كويسه جدا جدا، وبوين هو الوحيد زي ما قلت لك ان هو خطير في وست هام. فالناس كلها اللي ما معهمش بوين هيروحوا يشتروا بوين، فانت ممكن تاخد ريسك بعيدا عنهم شويه وتجيب محمد قندوسي. حقيقي الواد ده خطير جدا وهياخد عدد دقائق اكبر الفتره الجايه. كلنا عارفين اداؤه كويس قوي قوي ايام ما كان هو في اياكس، فحط عينك عليه كويس قوي، وان انت ممكن ده تبقى ده اختيارك الديفرنشال للجولات الجايه وتكون انت مختلف عن الناس. الخازوق بس في الماتش ده وهو اريولا. حقيقي اريولا ده محدش يفهمه، يجي في ماتشات تلاقيه بيعمل كميه سيفز وتلاقيه جايب 10 11 نقطه مستريح، وتلاقيه في ماتشات تانية اي كره بتتشاط عليه، اي كره بتتشاط عليه حتى لو من نص الملعب بتخش جون، حتى لو تلاجه اتشاطت عليه زيه زي ايدرسون بالظبط. لو تلاجه بكل محتوياتها اتشاطت عليه بشنطة العيش اللي فيها بكل حاجة اللي فيها بالازاز المية فيها هتخش فيهم جون مستريح هو وايدرسون. طبعا لو معاك برومو فطبعا بتمشيهوش، ما تقولش عشان الماتشين الجايين ليفربول وارسنال فصعب ان هو يسجل فيهم. صدقني بالدفاع المضحك بتاع الفريقين، خصوصا ان هو ماتش الارسنال على ملعبهم على ملعب برينتفورد، فمبرومو قادر جدا ان هو يسجل جولين اقل حاجة. فريق الارسنال وانا عارفه ادائنا الدفاعي حاليا في الفترة دي مضحك، دفاعنا وهجومنا، فمبرومو هيكون خطير جدا جدا الجولات الجايه، والجولتين الجايين عادي جدا. الماتش التالت في الجوله المضحكه دي وهو الماتش ده اللي روقني ومكيفني، ماتش كريستال بالاس وبرينلي. الماتش ده يعني مكيفني شويه ومخزوقني شويه. مخزوقني في ان ادوارد مفيش اسهل من الماتش ان انا الاعب ادوارد. انا ما جبتوش الماتش ده مخصوص، هو كان عندي على الدكه وكنت راميه. قدام بيرنلي هلعبه امتى؟ انا على الدكه عندي وما بلعبوش خالص قدام بيرنلي. انا عارف ان الاداء الهجومي بتاع كريستال بالاس مش احسن حاجه، بس كان في كلام من قبل ما الجوله تبتدي ان ايزي ابتدى ان هو يرجع وفي احتمال ان هو هيلعب اساسي، فقلت ان ده هيزود من عندهم القدره الهجوميه ان هو هيقدر ان هو يسجله وبتاع. قمت لعبت ادوارد اساسي. حقيقي وانا قاعد كده بقلب من الماتشات بتفرج على الماتش، اداء كريستال بالاس سيء بطريقه كهجوميا، انما دفاعيا من احسن الفرق اللي هم خارج التوب 6 اللي بيعرفوا يدافعوا بره ملعبهم وعلى ملعبهم، واحسن كمان من بعض الفرق اللي هم من توب 6. يعني مثلا دفاعهم احسن بمليون مره من تشيلسي. في الماتش ده اللي روقونا ابني ميتشل، خلاص انا هعتمد بعد كده كل ما اجي اقول على ميتشل هقول عليه ابني. واندرسون يا جدعان مدافع رايق قوي قوي. اكد ان اي ماتش كريستال بالاس هتطلع فيه كلين شيت مليون في المية هتلاقي اندرسون واخد مثلا يا اما 3 بونص او نقطتين. ميتشل خد بس 3 بونص علشان هو جاب جون، لكن لما كانش جاب جون كان اندرسون كان تقريبا كان هو اللي هياخد 3 بونص. فاندرسون هيفضل هو خطير جدا جدا، وما تعتبروش ان هو قلب دفاع، اعتبره ان هو باك يمين مثلا. ال3 بونص اللي بيجيبهم دول اعتبروا ان هو عمل لك بيهم مثلا اسيست. فالماتش ده اللي احنا نقدر نستفاد منه للجولات الجايه والجوله 12 بالاخص، ان انت ابعد عن الخيارات الهجوميه بتاعه كريستال بالاس، الا بقى يعني لما ايزي يرجع مثلا ويظبطهم ويبتدي يلعب اساسي ويبقى فورمه ويستعيد مستواه، وقتها ممكن نفكر في ايزي. غير كده ما تفكرش في اي حد كهجوميا من كريستال بالاس. لكن دفاعيا صدقني فريق متماسك جدا دفاعيا. اختار بقى اللي عندك، اللي انت على حسب فلوسك بقى. معاك فلوس اندرسون فهاته، على الاقل ان هو لما يطلع له بكلين شيت انت ضامن ان هو هياخد بونص. ممكن لو ما معكش فلوس فانسب خيار منهم هو ميتشل ب4.5 بس. الماتش الرابع في الجوله المضحكه ايفرتون وبرايتون. بالنسبه لبرايتون
خوازيق طبعا ياما، ميتوما وفيريكسون ومش عارف ايه وايه. بلاش اي حد من برايتون الفتره الجايه. انا كنت بقول لك ان حتى لو ميتوما نصبر عليه وبتاع، لا 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 بلاش بجد. حقيقي برايتون مش عارف ايه اللي حصل لها بعد ما شاركت في الدوري الاوروبي في دور المجموعات. برايتون الاسيست بتاع ميتوما ده، لو انت شفت الهايلايتس حتى بتاعت الماتش، اسيست مضحك، مش اسيست يعني. انت ممكن تحط عينك برضو على كالفرت لوين، مع انه ما عملش حاجه الجوله دي وكل حاجه، لكن الاداء الهجومي بتاع ايفرتون بدا يتحسن بشكل كبير جدا. فكالفرت لوين انا من رايي هيكون خطير للجولات الجايه، وهيكون اختيار ديفرنشال جدا. احنا بقى عايزين ندور على اختيارات الديفرنشال. سيبك بقى من الاختيارات اللي هي جنب الحيط، هالاند والفاريز وواتكنز. احنا بالضحك ده شوف، هو احنا كلنا معانا هالاند والفاريز وواتكنز وصلاح ومش عارف ايه، هتلاقينا جايبين كام نقطه؟ اقصى حاجه حد جايبها في الجوله دي 30 نقطه. الناس بقى اللي مختلفين واللي جايبين ده واللي جايبين ده واللي تألق، هم دول اللي علوا قوي قوي عننا. فعلشان كده احنا عايزين ندور على الاختيارات اللي هي بره الصندوق. الماتش الخامس معانا ده بقى حرفيا اكتر ماتش مضحك في تاريخ الفانتازي كله، السيتي وبورنموث. ماتش 6-1. وانت مثلا ممكن لو انت متفرجتش على الماتش، لو انت كنت في الشغل واي حاجه، تفتح كده الفانتازي تشوف ايه اللي حصل في الماتشات تلاقي 6-1 للسيتي، وانت مكابتن مثلا هالاند او متربله. بس تقعد تحلم بقى لحد ما كده، بس تخش على الفانتازي وتشوف النقط لحد ما يعمل لودنج. تقعد تحلم بقى يا ترى جايب 100 ولا 120 ولا 150 نقطة ولا 100 وكام نقطة. هالاند بقى خلاص جاب له لوحده أقل حاجة 60 70 نقطة. تبص تلاقي إن هالاند نقطة. أنت مستوعب إن 6-1 هالاند نقطة، ومستوعب تاني إن ألفاريز نقطتين، اللي هو ده نقطة وده نقطتين. تحس إن هما بيعلمونا العد، ما تعرفش فيه إيه اللي حصل في الماتش ده. حقيقي ماتش عجيب وغريب. دوكو طلع نار من بقه، وانا عارف ان ناس كتار خلاص، هو دلوقتي انا عارف الناس كتار ايه ده، لحد دلوقتي من اكتر عمليات الشراء، واحنا لسه ما خلصناش الجوله اصلا. من اكتر عمليات الشراء للجوله الجايه هو دوكو. لو هو هيلعب اساسي على طول وضامنين ان هو اساسي، هيبقى اختيار افضل بمليون مره من الفاريز ومن هالاند ومن اي حد في السيتي. فانا مش عايزك تزعل لو انت كابتنت هالاند، او حتى لو كابتنت الفاريز وكل واحد فيهم جاب لك نقطه او نقطتين. حقيقه هو اختيار كابتنه منطقي جدا. يعني انت مكابتن لعيب زي هالاند او الفاريز قدام بورنموث وعلى ارض السيتي، يعني مع اختيار استحاله يجي حد يجي يقول لك ايه اللي انت عملته ده. هو كان باد لك يعني. حتى كمان انا لما كنتش مكابتن هالاند ولا كابتنت الفاريز، مش هطلع بقى اجي اقول لك عشان الناس اللي مش مكابتنه هالاند ولا مكابتنه الفاريز عاملين يتنططوا على الناس اللي مكابتنين هالاند ومكابتنين الفاريز، يقول لك احنا قلنا هالاند كنا حاسين ان هو يبقى بلانك، والفاريز ان هو ما كانش هيعمل حاجه. لا طبعا انا كنت قاعد مرعوب ان هالاند يجيب له هاتريك او سوبر هاتريك. انا رحت مع كابتن سون قدام تشيلسي عشان انا كنت شايف ان هو افضل خيار للكابتنه في تشكيلتي، لكن مليون في الميه لو كان معايا هالاند كنت كابتنته. نيجي بقى لدفاع السيتي المضحك ده، اللي مفيش ماتش سهل يطلعوا بيه بكلين شيت، ويجي الماتشات الصعبه اللي احنا يبقى معانا مثلا حد من الدفاع عندهم نقعده دكه تلاقيهم يطلعوا بكلين شيت. الدفاع الجوله دي من السيتي كان منقسم لقسمين، قسم روق الناس وقسم خزوق الناس. القسم اللي روق الناس تلاقي مثلا ستونز خرج من قبل ما الكلين شيت يضيع، فده روق الناس. اكانجي جون فجميل، اكي جون حلو. نيجي بقى للعاق إيدرسون والعاق وولكر، الاثنين تحس ان هما دول مش زي الناس التانيين اللي هما جون ويخرجوا قبل الكلين شيت. لا، إيدرسون اي كره تتشاط عليه جون، وولكر يضيع منه كلين شيت. فدفاع السيتي مش مضمون ان هو كل ماتش هيجيب لك جون. فانا من رايي بلاش حد من دفاع السيتي، خصوصا ما تغلطش غلطتي من الاول من ساعه ما عملت الوايلد كارد وتجيب إيدرسون. اقرب فرصه مع الوايلد كارد ان شاء الله الفتره الجايه، لما بس بعد الجوله 16 مليون في المية همشيه وهجيب اي حارس. ما فرقتش بقى، ما فيش اي حد بيطلع بكلين شيت. الماتش السادس في الجوله المضحكه دي شيفيلد وولفرهامبتون. عشان يكتمل الضحك بتاع الجوله دي، شيفيلد تكسب وولفرهامبتون. وانت بتتفرج على الماتش، هجوم وولفرهامبتون وحش قوي وقوي. انا قلت لك ان انا متخوف من نقطه ان نيتو ياثر عليهم هجوميا زي ما ايزي اثر على كريستال بالاس هجوميا. هو في فريق كده بيعتمد على لعيب واحد، هو الفريق وولفرهامبتون بيعتمد على نيتو في الهجوم زي كريستال بالاس بيعتمدوا على ايزي في الهجوم. فتحمد ربنا على الاسيست بتاع هوانج ده، وما تستناش منه ان كل ماتش يجيب لك بقى جول واسيست او جولين زي ما كان متوقع ان نيتو كان ممكن يعملها. فالهجوم بتاع وولفرهامبتون في غياب نيتو هيبقى سيء جدا جدا لحد ما نيتو يرجع تاني.
الماتش السابع في الجوله المضحكه دي نيوكاسل وارسنال. انا من رايي لو انت معاك جوردون يا اسطى، يعني بعد الجون الحرام اللي جابه لك ده وبعد النقط الحرام اللي جابه لك ده، بيعه. انا من رايي تبيعه، انت ترضى على نفسك نقط حرام. شفت الجون عامل ازاي؟ انا عارف انك مش طايق ساكا وكل حاجه وان انت عايز تبيعه، بس انا من رايي انك تسيبه. ان الجوله الجايه على الاقل قدام بيرلي هيبقى صعب قوي قوي ان انت تبيع ساكا قدام بيرلي. بعد كده ممكن ان احنا نفكر فعلا نبيعه لو هو هيفضل ارتيتا ان هو موظفه كده على الطرف جامد، وان هو مثلا على حساب ان واحد زي هافرتز بيجي من العمق، وحد مثلا زي ساكا وحد مثلا زي مارتينيلي بيفضلوا على الاطراف عشان يفضلوا المساحه لهافرتز. ما اعرفش اصلا يعني، يا ريتهم بيفضلوا مساحه لحد عدل. فانا من رايي فعلا ان ساكا الجولات الجايه ممكن بنسبه كبيره جدا ان احنا نفكر ان احنا نبيعه، لكن بس اصبر عليه الجوله الجايه. الماتش ده اللي استفدنا منه بس، وتقريبا مش كل الناس برضو استفادت منه، هما النقط الكلين شيت بتاعت نيوكاسل. معظم الناس معاهم دفاع من نيوكاسل، لكن في ناس كتير مقعدينهم دكه عشان بقى الارسنال وبتاع. لكن فعلا احنا مستوانا الهجومي وحش جدا على ملعبنا وخارج ملعبنا. بقالنا كام ماتش؟ الماتش الثامن في الجوله الضحك استون فيلا ونوتنجهام. تخيل ان واتكنز وكاش وديابي التلاتة مع بعض جايبين لي 4 نقط. انت متخيل؟ يعني انا مثلا من اول اليوم قلت حلو قوي، انا فاضل لي واتكنز وديابي وكاش وماديسون وسون، 3 لعيبه منهم بس 4 نقط. انا مش عارف في ايه. جوله بجد غريبه. نوتنجهام اللي ما بتطلعش بكلين شيت خالص تطلع بكلين شيت قدام استون فيلا وكمان تكسبهم 2-0. فبجد ما شفتش جوله اغرب من كده. استون فيلا دايما بتلبس اجوان سهله قوي وبيبقى سببها دايما كل ماتش مارتينيز، بس الناس مش بتركز معاه عشان ما بيكونش هو اللي باين في الماتش قوي. لكن الماتش ده بالذات شفت انت عمل ايه؟ جون مضحك وهو اصلا حارس مضحك. استون فيلا بره ملعبها ما تتوقعش منهم ان هم يعملوا حاجه جامده. اخرهم مهما ما يكسبوا هتلاقيهم كسبوا جون بالعافيه او جولين، لكن على ملعبهم فعلا بيبقوا خطيرين جدا وتلاقيهم بيكسبوا 4-5 وبتبقى الدنيا جميله معاهم على ملعبهم. الماتش التاسع معانا في الجولة المضحكة ليفربول ولوتون. الماتش ده اي حد يقول ليفربول تكسب 2 مستريح 3، عشان الملعب بتاع لوتون مش احسن حاجة وضيق، ف 2-0 مثلا. تلاقي ان كلين شيت بتاع ليفربول يضيع، ولا وكمان من قبل لما الكلين شيت يضيع من قبل بداية الماتش تسمكس دكة. من اكتر عمليات الشراء من قبل الجولة هو تسمكس يجي كده دكه. تمام ماشي خلاص، قلنا ان هو على الاقل ما يلعبش خالص وينزل لك مثلا حد على الدكه مكانه، على الاقل جايب لك اي حاجه تسترك في الجوله دي. تلاقي ان هو ينزله في الماتش فيجيب النقطه، فتمام ماشي. تيجي مثلا تلاقي في الماتش نفسه بقى صلاح ما فيش اي حاجه. لو انت معاك داروين نونيز فبجد ربنا يكون في عونك لو انت كنت بتتفرج على الماتش. ولو انت ما اتفرجتش على الماتش فانا من رايي بلاش تخش تشوف الهايلايتس خالص. الجون فاضي بيطلعها بره، وتلاقي مثلا اسيست زي صلاح، اسيست زي يوتا بيضيع علينا الاسيست بتاع صلاح او اسيست بتاع يوتا، ويضيع علينا كمان الجون لو احنا بنبقى جايبينه الجون بتاعه هو نفسه. يحس ان هو لسه ما عندوش اي ثقه في نفسه. فنونيز ممكن ان احنا نفكر ان احنا نبيعه الجولات الجايه ونشوف حد مكانه احسن، هنتكلم عنه ان شاء الله في الحلقه الجايه. هفكر لك في حد احسن من نونيز الجولات الجايه. فاضل في الجوله الضحك دي ماتش تشيلسي وتوتنهام. اتمنى ان هو يكون الماتش ده ما يكملش الضحك بتاع الجوله، ويكون ماتش ان احنا يعني نجيب فيه نقط شويه. الطبيعي في الماتش ده ان توتنهام تكسب، مثلا تكسب على الاقل 3-4 بالدفاع المضحك بتاع تشيلسي، وان بالمر يا عم يروق عليك عشان عارف ان معاك بالمر، فيروق عليك على الاقل بجولين عشان الدفاع المضحك بتاع توتنهام. وعشان لو انت معاك بيدرو بورو فما تزعلش، فيكون مثلا الاربع تجوان دول منهم اسيستين لبيدرو بورو واسيستين لمادسون، ويكون الاربع تجوان يكون سون اللي يجيبهم. عشان انا بصراحه كابتني نفسي ان سون يعمل حاجه ازيد مثلا مليون مركز ولا حاجه من سون لوحده. فانا عايزك تهدى كده خالص، ما تتسرعش، ريلاكس خالص. انا عارف ان انت مش طايق نفسك، انسى كده خالص الجوله. اتفرج على ماتش توتنهام وتشيلسي من باب المتعه. نفكر بقى مع بعض للجوله الجايه ان شاء الله نخطط صح، عشان تذكر كده ان الجوله الجايه قبل التوقف الدولي. فدايما كده لما انت بتبقى اسهمك خضراء وداخل التوقف الدولي، بيبقى الاسبوعين بتوع التوقف الدولي دول انت بتبقى قاعد كده مستقنيص وحالك متروق، عكس ما تبقى اسهم حمراء وتبقى قاعد متنكد متبقاش طايق نفسك ومستني ان الاسبوعين يخلصوا على طول عشان ترجع وتجيب اسهم خضراء تاني. فالجوله الجايه بالنسبه لنا هتبقى مهمه جدا عشان نعرف نجيب فيها اسهم خضراء ونبقى قاعدين متروقين في الاسبوعين بتوع التوقف الدولي دول. فهنبقى نفكر مع بعض ان شاء الله كده في الحلقه الجايه ونخطط كده كويس ونشوف كده افضل البدائل في كل مركز،
ونشوف هنمشي مين ونجيب مين ونشوف مين اللعيبه اللي هتتصاب، وان شاء الله كده تبقى جوله كويسه كده ونعوض الجوله اللي هي احنا اللي فيها دي ان شاء الله. وبس كده يا صديقي، دي كانت نهايه الحلقه. اتمنى لو عجبتك الحلقه فما تنساش تعمل لي لايك واشتراك في القناه، عشان ده بيساعدنا ان احنا نوصل لعدد اكبر من الناس في اسرع وقت ممكن. وكان معاك مروان رفعت، اشوفك على خير ان شاء الله يا صديقي في حلقات جايه. وسياحه فانسي، سلام.